يبقى انا ضفت هنا عندي نص كيلو من الحليب، هضيف عليهم 3 معالق كبار من النشا زي ما انتم شايفين كده. هضيف عليهم 2 معلقه كبيره من البستير الكريم، لو ما عندكيش بستير كريم تقدري تستبدليه. هضيف عليهم معلقتين كبار من السكر، واخلطي المكونات دي كلها مع بعض كده على البارد زي ما انت شايفه كده. عايزه اقولك بصراحه بيبقى طعمها جميل جدا، الكريمه دي بتبقى في منتهى الجمال. شايفين؟ اخلطيها على البارد كده زي ما انت شايفه الاول لحد ما تحسي ان النشا اختلطت مع الكريم بستير مع السكر زي ما انت شايفه كده، وكل المكونات اللي عندي دابت. شايفين اهي؟ بسم الله ما شاء الله. هنا بقى رفعتها على النار زي ما انتم شايفين كده، وهفضل اقلب فيها، مش هرفع ايدي عنها خالص علشان ما يتكلكعش معايا. هنا الخليط زي ما انتم شايفين كده بدأ يلف في ايديا ويتقل معايا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم في منتهى الجمال بجد، بيبقى طعمه جميل جدا جدا وغني جدا جدا. شايفين اهوت؟ بسم الله.